بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السادة أصحاب الفضيلة والسماحة، الأساتذة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بغداد نعقد مؤتمرنا بسم الله الرحمن الرحيم. بغداد قلعة الإسلام ودار السلام، البدايات والنهايات، آخر العروبة وأول العروبة، أول الإسلام وآخر الإسلام، أول التاريخ وآخر التاريخ، أول الشرف وآخر الشرف. لها جميع الأزمنة والأمكنة، العروة الوثقى والوشم الأحلى والأغلى على غلاف القلوب. بغداد الأسماء الحبيبة والعناوين، وما أسعد بغداد اليوم وهي تحتضن أبناءها من العمائم البيض كنقاء الثلج وكطهر الغمام. ما أسعد بغداد وهي تحتضن أبناءها، نخبتها، مشاعل الخير فيها، منارات النور التي تحاول أن تبني دولة قانونية على قاعدة المواطنة المتساوية، بلا إقصاء ولا تهميش ولا استئصال. ما أسعد بغداد اليوم وهي تمر في لحظة تاريخية فارقة من تاريخ الأمة على مفترق طريقين، أحدهما ناج سالكه والآخر هالك. أيها الإخوة، لن أتحدث إليكم بحديث الوعاظ ولا بحديث الأساتذة الأكاديميين، فأنتم جزء من المشروعين، لكني سأتحدث لكم من نبض قلبي إلى قلوبكم، وأقول: واجب علينا جميعا أن نحكم شريعة الله فيما اختلف وافترق بيننا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. واليوم مطروحة علينا أسئلة كبرى، وقد ضربنا الإرهاب وعصف بنا واستحر القتل بأبنائنا، مدن خربت ونازحون يلوكون المر
جوعا، وإرهاب يفتك بنا يسرق بسمة الطفل ويستلب وقار الشيخ وعفاف الجرغد وشرف الشال والظفيرة قد انتهك. فما هو الموقف من كل هذا؟ يجب علينا أن يكون لنا موقف صريح وواضح، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دخلت امرأة النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت امرأة مومس عاهر الجنة لأنها سقت كلبا شربة ماء. والإرهاب قد بان زيغه ووضح بطلانه ونزقه. أيها الإخوة، أسئلة كثر مطروحة علينا في مؤتمرنا هذا، لعل واحدة منها وأهمها بالمطلق هو صياغة هوية مشروع سني في سياق حل عراقي وطني يجمع ولا يفرق، يوحده ولا يشتت. هوية مشروع سني يقف في مواجهة الإرهاب. وقسما برب السماء وما أظلت ورب الأرض وما أقلت، إني لأبصر النصر على الإرهاب واسترداد السنة لحقوقهم كما أبصركم عيانا. قسما برب السماء وما أظلت ورب الأرض وما أقلت، سنفقع عين الإرهاب وسندحرهم في خنادقهم. لقد زرت في الآونة الأخيرة مخيمات النازحين والتقيت الآلاف منهم، فوالله شلالات من الحزن، شلالات من الألم، وهم يعيشون في المخيمات والكهوف والمدارس، ينتظرونها منكم مدوية أن يعودوا إلى أرضهم، أن يعودوا إلى مدنهم مواطنون كرماء. فلا رجال الحي هم الرجال، ولا الكرام هم كرام، ولا على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وثمن حريتنا، ثمن كرامتنا يجب أن ندفع هذا الثمن دفاعا عن رايات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعن عفاف الشرغد وشرف الظفيرة
وعن كرامة هذه الطائفة التي سحقها الإرهاب وبغى عليها كل معتد أثيم. أيها الإخوة، مؤتمركم مطالب بصياغة رؤية الحد الأدنى المشترك لمفهوم المصالحة الوطنية ومفهوم التسوية التاريخية ومفهوم العيش المشترك. أسمعت لو طللا يجيب مناديا، فاختر لشعرك غير عصرك راوية. عصر إذا آنس في الطور جذوة نار سعى إليها خافرا أو حافيا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.